هاي تحلاية الباردة المعمولة بربع ساعة بس. عبالك تحلاية بسيطة سهلة ما بتاخد معاكي وقت ولا مجهود. أهلا أهلا يا مدام، وصلتي للمكان الصح. هنحضر اليوم تحلاية يمكن تكونوا أول مرة جربتوها. قد ما هي بسيطة قد ما نكهتها بتاخد العين. انتوا بس شوفوا لي هالمنظر يا جماعة، إذا دقتوا علقتوا، واللي أكيد منه أي حدا حيدوقها عندك رح يطلبك طريقتها فورا. عداكي على نكهاتها يا عيني يا عيني، جد بتشهي. فكالعادة أحبائي خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وإنتو. بتمنى هلا وأنتم عم تحضروا بالفيديو فضلا ليس أمرا اضغطوا لايك، بكون كتير ممنونة لكم. خذوا الفيديو مشاركة على صفحاتكم حتى ترجعوا له وقت تحتاجوه، ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية عندي هون لتر من الحليب، سواء كان حليب مجفف أو حليب فريش مش كتير بتفرق. حضيف له 5 معالق كبار من السكر، 4 معالق كبار من الكاسترد مش أكتر من هيك، و3 معالق من الكريمة البودرة اللي هو الكريم شانتيه أو الدريم ويب. بحط له معلقة صغيرة من الفانيلا. بدمج مكوناتي مع بعض على البارد. بعد هيك برفع طنجرتي على النار مع استمرار التحريك ليشتد عندي القوام بهذا الشكل اللي واضح قدامكم. مباشرة وهو سخن ببدأ أوزعه بالكاسات بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. بتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة شي 10 دقايق ربع ساعة. بعد هيك بدخله على الثلاجة ما يقارب نص ساعة على ما أنا أعمل باقي المكونات. وننتبه أحبائي ما بنملي الكاسة كتير، يدوبك أكتر من نص الكاسة بشوي. عندي هون كوب ونص من الكنافة اللي أنا مستخدميتها الخشنة كانت مفرزة عندي. كل شيء عملته أني طلعتها من الفريزر وقطعتها بالسكين وهي متلجة، كتير أسهل عليكم من أنها تكون دايبة وتكسروها. رح أضيف لها معلقة كبيرة مليانة من الزبدة. هلا لو حبيتوا انكم تستخدموا الشعرية الباكستانية ابدا ابدا ما بتحكي لا. رفعت المقلة على الغاز على حرارة متوسطة وبضلني اقلب فيها لتاخد معاي لون اشقر جميل. عندي هون قطر اللي هو نفسه الشربات او الشيرة، ولكن المفروض يكون معاكم تقيل يعني كاسة سكر ونص كاسة مي وعصرة ليمون. بتغليهم مع بعض على الغاز، واول ما بيغلي معك بتهدي الحرارة على الاخر وبتحسبي 5 دقايق. بعد هيك بتطفي الغاز وبتتركيه ليبرد معاكي تماما. اخذت انا شي 6 معالق كبار على الكوب ونص من الكنافة وحطيتهم وحركتهم مع بعض. بعد هيك بدأت أوزع بالكاسات شوي من الفستق الحلبي، هي فزلكة مش أكتر من هيك. فيكم تستكفوا أكيد بالكنافة، طعم الفستق الحلبي الخشن كتير طيب، فيكم أكيد تستغنوا عنه أو تخلوه إذا متوفر عندكم. بعد هيك وزعت الكنافة ورجعت دخلتها على الثلاجة ما يقارب ساعة ونص ساعتين لتماسكت عندي تماما وبردت معي تماما. وزينتها بشوي من الفستق الحلبي والورد المحمدي. وشو بدي أحكي لكم على طعمها اللي بياخد العقل حتى تطلع معاكم كريمية وكيف ما أنا بدي إياكم تتذوقوها. التزموا بكليات المقادير اللي حكيت لكم إياها. عشان هيك خدوا الفيديو مشاركة على صفحاتكم، أي وقت حبيتوا تطبقوا هالوصفة بيكون موجود عندكم. دمتم بألف خير وباي باي.